السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي قناة ميديا سبورت، أهلا بكم. أول تعليق من باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي بعد فوز الأهلي على الهلال السوداني: هذا الفريق لا يعرف سوى التصريحات، والحديث عن إعادة المباراة شيء من الفكاهة. شاهد ماذا قال. في البداية عطروا فمكم بذكر الله، ولا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا محمد. ولو حابب يوصلك كل أخبار كرة القدم ما تنساش لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل فيديوهاتنا. ما زالت أصداء فوز النادي الأهلي على الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا تلقي بظلالها، فقد صرح رئيس الاتحاد الأفريقي باتريس موتسيبي، وقد أدلى بتصريحات لقناة الهدف الإماراتية وقال: الكل تابع مباراة النادي الأهلي والهلال السوداني بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وأنا سعيد بالتنظيم وبالمظهر الذي خرجت به المباراة وبأعداد الجماهير التي حضرت المباراة، فالجماهير المصرية أخرجت المباراة في أحلى صورها وكان لقاء مثير. فوز الأهلي على الهلال السوداني جاء في وقت قاتل رغم الفوز بالثلاثة، وهذا ليس غريب على الأهلي لأنه يشرف أفريقيا دائما، وهو دائما المرشح الأول للبطولة. الأهلي صار فريق صعب الفوز عليه وسط جماهيره، أو بالأحرى مستحيل الفوز عليه بهذا الشكل. البعض تحدث عن إعادة المباراة بين النادي الأهلي والهلال السوداني، والحديث عن إعادة المباراة شيء من الفكاهة، ويجعلني أتخيل من يتحدث عن ذلك أنه في عالم آخر. لو كل فريق يتعرض للخسارة يطلب بإعادة المباراة لن تكون هناك كرة قدم. جميع الفرق تتنافس، ولكن لم أشاهد فريق يصرح ويصدر بيانات أكثر مما يلعب كرة قدم، وما يفعله الفريق السوداني لم أشاهده من قبل. سواء ما حدث في السودان أو ما حدث في القاهرة، حتما ستكون هناك عقوبات لأنها كرة قدم، ويبدو أن البعض نسى أو تناسى أن هناك قواعد منظمة للبطولة. الكثيرون كانوا يتمنون خروج الأهلي لخشيتهم منافسته، وأعتقد حتى صن داونز كان يتمنى أن يقصي الهلال الأهلي من البطولة، لكن لاعبو الأهلي أدوا مباراة رائعة للغاية واستحقوا الفوز. في النهاية لو حابب يوصلك كل أخبار كرة القدم ما تنساش لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل فيديوهاتنا.